اللي احنا شايفينه واحدة من أجمل مناطق مصر والعالم، قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، في رحلة بسيطة بحرية على ظهر معدية قناة السويس التي تعبر بين بورسعيد وبورفؤاد. هنلاقي المعديات ديت بتحمل الأفراد والسيارات مجانا بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد. وهنشوف طيور النورس وهي بتحوم حول المعديات تلتقط الطعام اللي الناس بترميه من المعديات لطيور النورس على سطح المياه، في منظر جميل وجو بديع وجو يبعث على الطاقة الإيجابية وراحة النفس. تعد قناة السويس في مصر أهم ممر ملاحي اصطناعي في العالم، حيث تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بطول قناة 193 كيلو متر وبعمق يصل إلى 24 متر. تعد قناة السويس أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وتمر بها نسبة كبيرة من التجارة العالمية. تمر قناة السويس من البحر الأحمر حتى إلى البحر المتوسط عبر المرور أمام 3 مدن مصرية هي السويس وإسماعيلية وبورسعيد. في عام 1854 استطاع مهندس فرنسي اسمه ديليسيبس الحصول على موافقة محمد سعيد باشا حاكم مصر في ذلك الوقت بالموافقة على مشروع قناة السويس، وتم بناء القناة من عام 1859 وحتى عام 1969، وساهم حوالي 1,000,000 عامل مصري في حفر القناة. تم افتتاح القناة في عهد الخديوي إسماعيل عام 1969. تعد قناة السويس من أهم الممرات البحرية في العالم نظرا لما توفره من وقت وجهد وتكاليف للاقتصاد العالمي. وهنلاقي فيو رائع لرسوم معدية قناة السويس على المرسى بتاع مدينة بورفؤاد، وهنشوف الجامع الأبيض الكبير اللي هو من أجمل الجوامع في مصر والعالم. إذا أعجبك الفيديو فاعمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب مجانا. مع خالص تحياتي حمدي الجمل.